بنجيب كيلو بامية حجم كبير، بنحطها على الطاولة وبننزل فوقها بالمي لمدة 3 أيام النقع أو يومين. طبعا المي هون بتكون فاترة، وقت بتنقعوها في هاي المي الفاترة بتحطوا معها ملح. وسألتوني ليش؟ راح تعرفوا أطيب مخلل بامي، وراح تعرفوا السر ليش مخلل البامي ما بيطلع له المادة اللزجة اللي أغلب الناس بتعاني منها وهي بتعمل مخلل. راح نتركه هيك بحدود اليومين، وبعد المنا بنرجع بنغسله وبنرجع مرة تانية بنكبسها. راح نتركه هيك يومين ونرجع لكم. وبعد يومين شوفوا معي كيف طلعوا. في بعض من القرون بيصفروا مثل هذا الشكل هيك، وفي منهم يضلوا على حالهم. هلا بدي نزلهم هيك واغسلهم غسله جيده جدا وانتقل لمرحله الكبس. طبعا هون بتغسلون بمي بارده او مي فاتره، ما عندكم مشكله، لحتى يروح الماده اللزجه منه كلياتها. صفيناهم المي، وهلا بدي احطهم بالمضربان، ولازم يكون معقم وما يكون فيه اي شوائب مشان ما يتعفن معكم الباميه ويرجع يطلع منها السائل اللزج. بنعبيهم بالمضربان، وبعد منها رح جهز المحلول وفرجيكم شو مقاديره. في عندي هون لتر مي ونص كاسة خل ونص كاسة ملح. هذا هو عيار المحلول، تمام. وفيكم تحطوا معه نص معلقة سكر، وفيكم بلا حسب رغبتكم. وكمان ممكن نحط معه ربع معلقة ملح ليمون، وممكن بلا. بس اليوم انا ما راح احط له لا معلقة سكر ولا ملح ليمون، راح اشتغله بس بخل وملح. راح دوب المحلول بشكل جيد وننزله فوق المضربان. وهلا راح نعبيه بالكاسة هيك ونفضي ونحط المي. طبعا فيكم تحطوا توم معه، فيكم تحطوا اي شيء تاني، بس انا بحب هيك اشتغل على حبتها للبامية. طبعا المحلول اللي سويته بكفي لمضربانين، فانتوا اذا بدكم تعملوا كمية كبيرة ممكن. شايفين معي شلون؟ هلا هيك بنختمه وبيروح معنا 7 ايام، وبعد 7 ايام بنفتحه ونفرجيكم قوامه. طبعا تأكدوا من الختم بشكل جيد، وقلبوه على قفاه مشان تضمنوا انه ما ضل فيه اي هواء. بعد 7 ايام بنرجع نفرجيكم النتيجة. بعد 7 ايام واطيب مخلل بامية راح تاخذوه. العيار مثل ما حكينا، لتر مي، نص كاسة ملح، نص كاسة خل، ومعلقة صغيرة ملح ليمون إذا بدكم تحطوا، ومعلقة سكر. بس أنا هالمرة ما حطيته ولا حطيت توم، بدي إياكم مخلل البامية على حاله، يعني بدي خلله بحاله. راح نفتح المضربان ونفرجيكم شلون طلع. شوفوا هذول الطوال هيك كيف تغير لونه بشكل كامل، أخذ اللون الأصفر الذهبي بحبوه أغلب العالم. راح أفضي لكم إياه. بسم الله. وشوفوا حبات البامية، شايفينه؟ هذا مشان انه نحن نضمن ما يضل فيه الماده اللزجه ابدا، لان اغلب الصبايا والشباب بيقولوا ابو ضياء في ماده لزجه ما بتخلص بالباميه. شو السر تبعها؟ السر تبعها لازم تنقعوه يومين وبعد منها تكبسوه. وهي القرشه شو بتحبوا تاكلوا جنبه؟ السلام عليكم.